السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبابي وأصحابي، نورتوني وشرفتوني. كما تشوفوا الكسكسي اليوم بالقرنيط. صحيح هما كعيبات صغيرين لكن مش مهم، المهم طيرنا بهم شهوة متاع نور الحق ولد خويا. ومعهم مرقة خضرة كما تشوفوا مصلي على النبي تقول حنة. أول حاجة باش نبداو بيها حطينا 3 مغارف طماطم، حطينا بصل أخضر، فلفل هريسة عربي، وحطينا طريفة اللحم على قد مالي الدار يعني. نحطوا الكمية حسب اللي باش تطيبوه. حطينا احنا 3 مغارف، راهم ماهمش معبين برشا المغارف متاع ماكلة. وكما تشوفوا خليتهم يتقليو، ومن بعد حطيت الحمص وحطيت الخرشف نقصه راهو صغير باش نجم نعدي، يعني كل قد ما نعديها نهز بيه، مش كيما متاع الكسكسي ولا متاع حاجة نقصوه كبير، لكن كي تبدا متاع مرقة خضرة نقصوه صغير. حطيت اللفاحات بالطبيعة كما تشوفوا تابل وملح كركب وفلفل أكحل، ونخلطهم مع بعضهم. التمليح نقراو حسابنا، راهو السبناخ يسيب الملوحة، دونك ماذا بينا نقصوا في كمية الملح. بعد ما تقليو مرقناهم شوية. إذا كان باش تطيبوها في الكوكوت ما تكثروش الماء في نظري أنا، خاطرك شي كي نلوحوا الخضرة يلزمها تكون ناشحة. إذا وصلتوا معايا لهنا مرحبا بكم، نقول لكم ما تنساوش اللايك والبارتاج والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما تشوفوا سكرت عليها، وبعد نشحت من الماء كومبليتمون. طاب اللحم، حطيت السبناخ زادا باش نخليه للي يسيب الماء متاعو، ومن بعد نحط المعدنوس. أنا حطيت 2 سبناخ، اللي يحب 3 4 هو الحرية ليه. لهنا حطيت زادا 2 معدنوس معاهم البصل الأخضر، ونخليهم على راحتهم. تو تشوفوها بعد، اللي يحب يحط قرين فلفل أخضر معاهم يحط، لكن أنا عندي الفلفل برعبيد هو اللي باش نزين بيه. من بعد ديما نخليوها للي تشيح من الماء وتقر شوية الزيت متاعها كما تشوفوها في الصحن. ننتقلوا للوصفة الثانية اللي هي بالطبيعة كسكسي، كما قلت لكم كعبة قرنيط. لهنا حطيت 2 مغارف كبار طماطم، حطيت مغرفة ماهيش معبية هريسة عربي، اللي يحب يحط فلفل الزينة زادا كيف كيف. متعودة نقلي الفلفل، المرة هذه نسيتو، رصات لي قليتو وحدي. دونك هاكا حطيت تابل وكروية، وحطيت كذلك الفلفل الأكحل، وحطيت الملح، والكركم. هذوما الحاجات اللي حطيتهم. خليتهم يتقليو مع بعضهم شوية. هي أبن حاجة التقلية. كما قلت لكم أنا عندي كعبة قرنيط متاع سلطة، ماهوش متاع باش نطيب بيهم كسكسي ولا حاجة. لكن نور الحق ولد خويا قال لي يحب شاهي كسكسي بالقرنيط، وليت قلت مش مشكلة برا نعمل له الشهوة متاعو. كما تشوفوا امرقت شوية بالماء، حطيت الحمص وخليتهم يطيبوا. من ناحية أخرى حطيت شوية ملح في الكسكسي،
وحطيت شوية زيت، نخلطهم ما يعادل 3 مغارف زيت، نخلطهم بالكدا بالكدا مع بعضهم. نجمو باليد راهو نخلطو، يعني مش بالضرورة يكون بمغرفة ولا حاجة. خلطنيهم بالكدا ومن بعد زدت عليهم شوية فلفل أكحل وشوية كركم ونخلطهم. وبعد تشوفوني باش نحط لهم كمية متاع ماء، هذيك الكمية اللي شفتوها باش نفضل منها. شوفوا انا راني ما نحبش نمرق برشا الكسكسي، علاش؟ خاطر نحبه بعد يشرب من الصوص، هذاك علاش انا ديما نعمل الصوص بزايد شوية. نحب الكسكسي يشرب الصوص ما يشربش الماء. نتمنى تكونوا فهمتوني. نخليه هكيك ربيع ساعة وبعد نرجع له. في المرحلة هذية شوفوهم الكعبات باش نقعد ندخلهم ونخرجهم شوية باش يتكمشوا هكايا ونخليهم يطيبوا على راحتهم. عفوا. كما يقولوا مرقت لا فرقت، المهم ريحة القرنيط في الكسكسي موجودة. كل شيء غالي، الواحد ما عادش قادر على الكعبة الكبيرة باش يشريها الصراحة. حطيتهم وحطيت معاهم الخضرة، عندي القرع الأحمر، كعبة بطاطا وكعبتين سفنارية. اللي يحب يزيد حاجة أخرى هو حر بالطبيعة، ديما نقول الحرية ليكم. ونخليهم ما يعادل ربيع ساعة أخرى ونحط الكسكسي نرجعه يفور. اوكي ما تشوفوا هذا هو اللون اللي تحصلنا عليه. باش نختار اكل اللي فيهم الزيت هكومة باش يجيني الكسكسي مستحمر شوي. توا باش تشوفوه اللي هو باش يشرب كمية لابس بيها من الصوص كما قلت لكم، خاطر شي انا ما نمرقش برشا بالماء، ما نسقيهاش برشا بالماء، هيك علاش نعتمد على الصوص. الحقيقة كسكسي وعليه الكلام نودكم أولا نشهيكم. نخليه يشرب هكاك متاع 5 دقايق وبعد عبيته وزينته. هذوما كعيبات القرنيط متاعنا كما تشوفوا فيهم الصحيين ما شاء الله. بأبسط الإمكانيات راهو نجمو نفرحوا صغيراتنا، يعني مش بالضرورة تكون الحاجة كبيرة وتملى العين. في الماكلة اللي كتب من الله هو يكفي. هذه الكسكسي متاعنا ونزيد نزينه بقرينة الفلفل. هكا اليوم صنفت لكم بشكل ظفرة. وكما قلت هذيك الكسكسي متاعنا. وكذلك باش تشوفوا مرقة الخضرة ما نحكي لكمش على البنة اللي فيها، والله العظيم انا الكسكسي ما ذقتوش تلمو اللي هزيت شبعة من مرقة الخضرة. طابت في حقها هيك حتى من لونها ما شاء الله يشهي. هذه ادبرتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. وما بقى لي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسيوش باش تقولوا معايا اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل واحد يوصل معايا في الفيديو لهنا يترك لي الصلاة على النبي في الفيديو، وإلى اللقاء.